قاتل ووحش بشري نتيجة تجارب مجنونة اتقلب لسفاح لا يمكن السيطرة عليه، وقبل ما بيوصلوا لمكانه الأخير بيهرب منهم وبيبدأ مجزرة دم في غابة معزولة. وبيبدأ فيلمنا لما الشرطة كانت بتنقل مجرم خطير جدا لمكان سري عشان يتخلصوا منه نهائيا، والراجل ده مش أي مجرم، ده سفاح ضخم وقوته خارقة وقتل نص المساجين اللي اتحبس معاهم. والشرطي حكى لصاحبته حكايته وقال لها إنه زمان كان مجرد مسجون عادي، جسمه كان ضعيف لحد ما دكتور مجنون عمل عليه تجارب وحوله لوحش قاتل، قوة غير طبيعية وما بقاش في حد يقدر يتحكم فيه، فقرروا يقتلوه قبل ما يدمر أي حد. وفجأة السفاح فك قيوده وهجم عليهم وهم في العربية، والسواق ساعتها كان سرحان ومشغل أغاني، وإدى فرصة للسفاح إنه يخلص عليهم في ثانية. ومع شروق النهار السفاح هرب للغابة ولقى لنفسه مخبأ تحت الأرض، وهناك لقى قناع خنزير شكله مرعب جدا، ومن اللحظة دي اتولد بالرجل الخنزير. وفي نفس الوقت 5 بنات دخلوا الغابة بيحتفلوا بعيد ميلاد صاحبتهم وتاهوا، وساعتها كان مفيش شبكة، والبنت خايفة من أسطورة الرجل الخنزير اللي بيقتل البشر. لكن أختها سوزان حاولت تهديها وقالت لها مفيش حاجة اسمها أساطير، ركزي على الخريطة عشان نوصل للكوخ. وبنروح للمخبأ. السفاح ساعتها كان بيستقبل مساعده هوب، واللي قال له في 5 بنات وصلوا للغابة. والسفاح ساعتها ابتسم وفرحان جدا. ليه؟ لأنها كانت أول فريسة جديدة، وطلب من هوب يجهز التلاجة للحوم البشرية. وفي الطريق البنات شافوا صياد واسمه بن، وسألوه عن كوخ هوب، وبصوا لهم بخوف وقال لهم لو بتحبوا حياتكم ما تروحوش هناك، لأن الناس اللي بتدخل ما بتخرجش تاني. والصياد بن حاول يحذرهم، لكن هوب صاحب الكوخ منعه من الصيد في أرضه وهدده بالموت لو قرب تاني. وساعتها البنات تجاهلوا كل التحذيرات وقالوا احنا جايين هنا عشان نحتفل، مش هنخلي مجنون يبوظ يومنا. وفجأة لقوا شبكة تليفون وقالوا خلاص احنا هنلاقي الكوخ بنفسنا. وفي الناحية التانية السفاح قاعد قدام قناع الخنزير وبيحبه أكتر من وشه الحقيقي، وبيكسر أي مراية قدامه لأنه مش قادر يتحمل منظر وشه. وأخيرا البنات وصلوا للكوخ والمكان عجبهم لأنه حلو وهادي، بس كانت لسه قلقانة من أسطورة الرجل الخنزير. وفوق ده كله كانت متوترة علشان حبيبها السابق سبنسر اللي ثبته، حتى إنها حست وشافت حاجة غريبة في الغابة زي ظل خنزير بيتحرك. لكن البنات ضحكوا عليها وقالوا لها انت بتهلوسي، مفيش حاجة زي كده. وفجأة هوب بيظهر لهم بابتسامة غريبة وبيرحب بيهم وبيقول لهم أهلا في أجمل وأأمن مكان في الغابة. وساعتها قال لهم إن كل اللي بيجي هنا بيحس براحة وسعادة. بس ساعتها اتفاجئ لما لقاهم 5 بس، مع إن سوزان حجزت الكوخ ل8. فقالوا له إن بقى أصحابهم جايين وراه، رايلي وحبيبها بروس وأختها سارة، لكن عربيتهم عطلت في طريق. وبروس بيقول هنا إن الكوخ قريب منهم وممكن يوصلوا مشي، بس المشكلة إن مفيش شبكة عشان يتصلوا بالباقي. ورايلي بتروح لأختها سارة تساعدها، وسارة ساعتها كانت فرحانة إنها ممكن تلاقي حاجة ترسمها في الغابة. وهوب بيقول للبنات الشبكة هنا مش موجودة والكوخ قديم، ولو احتجتوا أي حاجة في مكتبة قريبة فيها تليفون أرضي، وأنا بنفسي هكلم الشرطة لو حصل أي حاجة. وقبل ما بيمشي بيبص الكات ويقول لها بابتسامة باردة عيد ميلاد سعيد بمناسبة سنك 21 سنة النهاردة. وبروس مع رايلي كانوا ماشيين في الغابة لحد ما سارة وقفت فجأة وقالت لهم إنها شافت حاجة رهيبة وعايزة ترسمها. وهنا رايلي قالت مستحيل نوقفها. وطبعا سارة لما بتيجي تمسك القلم أكن الدنيا كلها مش موجودة، وساعتها قرروا يسيبوها ترسم وهم يستكشفوا شوية ويرجعوا لها تاني. لكن وهم لوحدهم السفاح ظهر لهم وهجم عليهم والمكان فاضي ومفيش صريخ ومفيش حتى فرصة هروب، وخلص عليهم في ثواني. وبعدها رجع السفاح يدور على سارة، وبنيجي على البنات اللي فوق في الكوخ بيحتفلوا وبيضحكوا وبيحاولوا يطمنوا كات، وبيقولوا لها انسي بقى الأسطورة لأن حياتك الحلوة لسه قدامك. لكن كات ساعتها حاسة إن في حد بيراقبهم وبيطاردهم، وفجأة سمعت صوت بره وافتكرت إنه سبنسر حبيبها القديم اللي كان بيأذيها. بس لما خرجت تشوف في إيه لقت شاب غلبان وجسمه كله جروح ودم وشكله تهاجم من وحش. وساعتها نادى على هوب، وهوب اتصل بالشرطة وقال للبنات ما تخافوش لأن الغابة فيها دببة وخنازير وأكيد واحد فيهم هاجم الولد، وكمان طمنهم إن المكان آمن وإن الوحوش مستحيل تقرب من الكوخ لأن هو اللي بيحميهم. وهنا البنات صدقوا ورجعوا يكملوا احتفالهم. لكن نروح لسارة، ساعتها كانت خلصت رسم ورفعت الورقة تبص عليها، وكانت بترسم وجه الرجل الخنزير، واستغربت لما لقت نفسها لوحدها ونادت على رايلي ولكن مفيش رد. وفجأة شافت الرجل الخنزير قدامها، وساعتها طلعت تجري والورقة وقعت على الأرض وأكنها وقعت في فخ وما تقدرش تفلت من السفاح
وراح نزل عليها عصرها بايده لحد ما فقدت الوعي. وفي الكوخ جودي قررت تهزر وتخوفه واخترعت قصة عن الراجل الخنزير وسمته بيجلت، وقالت بيجلت هيحب كات وكات هتحبه وهتعيش معاه للأبد. وبعد ما جودي خلصت قصتها كات اتضايقت وقالت لها انت مجنونة، انا مش ناقصة رعب، ومشيت من وسطهم وكانت خايفة ومتضايقة. وجودي ما اهتمتش وقررت تنزل تتمشى في الغابة، وهناك قابلت بن الصياد وقال لها بخوف امشوا من هنا، هوب مش طبيعي وكان بيتكلم عن خنزير قاتل في الغابة. لكن جودي هنا شكت فيه وقالت يمكن هو اللي شرير. وفجأة ظهرت سوزان وقالت لبن امشي فورا والا هكلم لك الشرطة. وطبعا بن كان قلبه عليهم بس ما قدرش يساعدهم، فمشي ساعتها عشان ينقذ نفسه. وساعتها جودي كملت في الغابة وفجأة شافت رسمة سارة مرمية على الأرض، واتصدمت بإن سارة رسمت الرجل الخنزير. وفضلت تمشي لحد ما وصلت لمخبأ غريب تحت الأرض ودخلت فيه. والكارثة هنا شافت سارة مربوطة وجسمها مليان دم وبالعافية عايشة، وقالت لها بصوت مكسور استخبي بسرعة هو جاي دلوقتي. وجودي استخبت والسفاح ظهر ودخل عليها بهدوء وبلا رحمة خلص على سارة قدام عينيها. وجودي حاولت تهرب وهي مرعوبة لكن السفاح شافها وصرخت وحاولت تجري لكنه لحقها وذبحها هي كمان. وفي نفس الوقت سوزان راحت لاختها كات عشان تهديها وبتقول لها انا هفضل جنبك وما تخافيش من سبنسر ومن اي خنزير، واول ما نخرج من هنا هنروح المدينة ونبدأ من جديد. وكات ساعتها ابتسمت وفرحت لأول مرة وبدأت تصدق ان لسه في امل. لكن بعيد عنهم هوب كان بيراقب أليكس وديانا من بعيد وراح ليهم وقال لهم انا نازل على القرية محتاجين حاجة. ديانا زعقت له وقالت له امشي من هنا. وهوب ساعتها وشه اتغير والغضب ولع في عينه وخرج من عندهم، ولكنه قرر جوه نفسه ان هو ينتقم منهم. وديانا سابت أليكس لوحدها وقالت هتدخل الحمام. والكوخ بقى ملوش صوت وهي في الحمام. ديانا كانت لوحدها وما تعرفش ان هوب واقف ورا الباب وماسك فاس وبدون كلمة ضربة في كتفها وضربة في رقبتها. وهوب كان بيقطع فيها ببرود كأنها مجرد لحمة هتتخزن في التلاجة، وأكنه مش إنسان ده جزار مجنون. أليكس سمعت صوت خفيف لكن في نفس اللحظة كات وسوزان رجعوا الكوخ وكلهم قلقانين، وجودي مختفية وبروس ورايلي وسارة ما وصلوش، وقالوا نروح مكتب هوب عشان نكلم الشرطة والدنيا شكلها مش طبيعي. أليكس ساعتها قالت أنا هدور على جودي، وركبوا العربية واكتشفوا الكارثة إن البنزين خلص ومحدش هيقدر يهرب. أليكس ساعتها قررت تمشي لوحدها في الغابة وشافت مخبأ غريب اللي هو مخبأ السفاح، ودخلت تدور على أي حد. وفي اللحظة دي السفاح كان خلص على الشاب الغلبان اللي هرب قبل كده، وهوب ساعتها كان غضبان من السفاح وقال له ممنوع أي أخطاء تانية، وقرر يشتت أليكس عشان السفاح يجهز لها. وأليكس هنا شافت هوب مصاب ودم على هدومه وجريت تساعده وقال لها بص وراك. وهنا لما بصت الراجل الخنزير واقف بيتنفس بصوت حيوان هجم عليها وغابت عن الوعي. وصحيت أليكس بعد فترة في مخبأ مظلم اللي هو مخبأ السفاح، وأول حاجة شافتها راس ديانا مقطوعة ومرمية على طاولة. والسفاح ساعتها دخل غضبان وعيونه مولعة وهجم عليها وفضل يضرب فيها حتى بعد ما ماتت، وكأنه بينتقم من كل اللي حوله الوحش. وفي نفس الوقت كات وسوزان رجعوا للكوخ وملقوش هوب لكن لقوا بن وقالوا له عايزين نخرج من الغابة وعربيتنا من غير بنزين. بن قال عربيته قريبة وهيروح يجيب لهم بنزين، لكن سوزان شكت فيه وقالت انا مش هركب معاه وروح هات البنزين وتعال. وهو ماشي الراجل الخنزير ظهر وجريوا بره الكوخ وشافوا بن وقالوا له اقتله. وساعتها بن رفع البندقية وضرب نار على السفاح ووقع على الارض. وسوزان خدت السلاح بس فضلت شاكه في بن ليكون ورا اللعب، وقالوا له هاتنا العربيتك وهنخرج من هنا دلوقتي. لكن المفاجأة بقى هنا لسه السفاح ما ماتش، هو لسه وراه. وبعدها وصلوا عند عربية بن وكانت مسكت حبل وربطت ايديه وكانت فاكرة انه السبب في كل اللي بيحصل. وفجأة ظهر هوب وقال لهم بصوت هادي بن ده مجنون وهو اللي بيشوه سمعة الغابة، وكل ده عمله عشان رفضت اخليه يصطاد هنا. وقبل ما البنات يستوعبوا الراجل الخنزير ظهر وهجم من وراه ورمى بن على الارض وخلص عليه قدامهم. وهوب خطف السلاح من سوزان وضربها في رجليها واصابها وهي بتصرخ، والبنات جريوا وسط الغابة والدنيا اتقلبت صريخ ورعب. وهوب ساعتها قال للسفاح جه دورك بقى واصطادهم. وسوزان وقعت وقالت لكات اجري اطلع من الغابة وبلغ الشرطة. ومع اخر نفس السفاح مسكها
ولكن كات ما هربتش، رجعت تدور على اختها واتبعت السفاح لحد مخبأه وشافته ماسك سوزان ومربوطه وحاولت تفكها بس ما لحقتش، وصوت السفاح قرب وجريت كات وسط الغابه والظلام، والسفاح ساعتها قتل سوزان. وفجأة كات شافت عربيه شرطي وجريت عليها وهي بتعيط وبتقول له ساعدني في خنزير بيقتلنا. وساعتها الشرطي بص لها ببرود وما اتفاجئش وما اتخضش لانه عارف، ومسكها من ايدها وايدها. وكات ساعتها كانت بتصرخ وتقول له انت بتعمل ايه؟ بس الحقيقه هنا كانت اوحش من الكابوس. الشرطي وهوب هم اخوات السفاح الخنزير. وبعد كده صحيت كات ومربوطه وقدام العيله المجنونه كلها، وقدامها سكاكين وقفازات ولحوم بشر على الطاوله. وهوب ابتسم وقدم لها رجل سوزان وقال عيد ميلاد سعيد يا كات، اختك معانا على السفره. وبص للسفاح وقال الدكتور حقنك بماده خلتك ما تموتش واي ضربه ملهاش تاثير عليك. لكن هنا بقى اللي محدش كان متوقعه ان السفاح حب كات، وكانوا ناويين يجوزوها ليه عشان يخلف سلاله من الوحوش البشريه تسيطر على العالم. وهوب المجنون خطط لكل ده، لكنه نسي ان كات مش فريسه سهله، قدرت تحرر نفسها وتهجم على اخوه شرطي وتقتله وساعتها صرخ. فهوب جري ينتقم بس هي كانت اسرع منه، هجمت عليه وقتلته وخدت منه مفاتيح عربيته عشان تهرب. ركبت العربيه لكنها اتفاجئت بالسفاح الحقيقي وراها واستغلت الفرصه ورجعت بالعربيه ودست عليه. بس زي ما هوب قال السفاح ما بيموتش. وللاسف هنا البنزين خلص والغابه كانت كبيره ومخيفه جدا، وكل ما كانت تمشي فيها بتحس انها بتضيع اكتر جواها. مشيت على رجليها وسط ظلام ليل مرعب لحد ما لقت بيت دخلت تستنجد بيه، لكن صاحب البيت اول ما شافها اتخض ورفع عليها سلاحه وعاوز يسلمها للشرطه. وفجاه هنا السفاح ظهر من وراه وقتل، وكانت خطفت المفتاح وهرب، لكن عملت حادثه بعد ما شافت غزاله وحاولت تهرب والسفاح كان وراها. وهنا بقى قررت انها مش هتهرب تاني ولازم تنتقم. قررت تخدعه وتستدرجه وهجمت عليه ووقعته على الارض وراحت ماسكه الفاس وقطعت راسه. وهو ده الحل الوحيد لانهاء لعنه السفاح الخنزير. وكده نكون وصلنا لنهايه المجزره، بس لو عايزين تكملوا الرحله وسط الدم والظلام ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتعليق وتستنوا القادم لانه هيكون افضل. سلام.